كولر عمل اكتر من اجتماع اليومين اللي فاتوا مع المدربين المساعدين ليه في الفريق، وسالهم واستفسر منهم عن حاله المصابين ومده غياب، بحيث ان الراجل يبقى عارف دنيته هتمشي ازاي الفتره اللي جايه، وبالذات لانك داخل على مطحنه ماتشات وعايز تنافس على كل البطولات، فالطبيعي ان الراجل يبقى عايز يجهز معظم اللعيبه في اسرع وقت ممكن، وده اللي خلاه يعمل اجتماع عاجل مع الدكتور النفسي للفريق احمد ابو الوفا. وفي الاجتماع ده طلب منه تجهيز اكرم توفيق نفسيا وبدنيا في اسرع وقت ممكن، بحيث انه يقدر يستفيد من قدراته الفنيه الكبيره في نص الملعب او في مركز الباك اليمين. وعشان كده الراجل طلب من اكرم توفيق انه ما يتهورش في التدريبات والالتحامات البدنيه، بحيث ان الاصابه ما تتجددش تاني معاه ويقدر يرجع للملاعب في اسرع وقت ممكن. والاجتماع الثاني كان مع مدرب الاحمال السويسري اندريس اندويا، واللي كولر طلب منه تجهيز المهاجم الفرنسي انطونيو موديست، وده طبعا لان موديست ما شاركش مع الاهلي فتره الاعداد اللي كانت معموله في النمسا، وده غير كمان انه مش جاهز بدنيا بالشكل المطلوب عشان يشارك مع الفريق. واظن ان ده كان واضح جدا وكلنا شفناه في مباراه المصري. موديست وقتها كان بعيد جدا عن مستواه وتحس انه كان تايه في الملعب، وده طبعا امر طبيعي جدا لان الراجل اول مره يلعب مع اللعيبه دي ولسه مش واخد على طريقه لعبهم. وما تنساش كمان ان الراجل لسه محتاج شغل كتير بدني عشان يقدر يرجع لفورمته من جديد، واكيد الموضوع ده هياخد منه شويه وقت عشان تبدا تشوف انطونيو موديست في افضل فورمه ليه. وانا شايف ان كولر بيحاول يجهز كل لعيبه الاهلي عشان يتفادى قصه الاصابات والغيابات اللي على طول بتضرب الفرقه. تعال بقى نتكلم عن قصه العروض اللي وصلت لكولر الفتره الاخيره، لان طبيعي جدا ان الراجل يجي له عروض من انديه كتير بعد الموسم الاستثنائي اللي قدمه مع الاهلي. يكفي ان اقول لك ان الراجل قدر يكسب كل البطولات اللي شارك فيها الموسم اللي فات، وتقريبا البطوله الوحيده اللي ضاعت منه كانت بطوله كاس العالم للانديه، برغم انه قدر يقدم فيها شغل جامد جدا مع الفريق وعمل ماتش كبير قدام الريال، ولكن بسبب الغلطات الفرديه من بعض اللعيبه الاهلي خسر الماتش وطلع من البطوله. وبعدها ابتدت العروض تيجي للراجل من كل دوريات العالم، ولكن العرض الابرز فيهم كان عرض الشباب السعودي، العرض اللي وصلت قيمته ل 8 مليون دولار في الموسم، وده طبعا رقم خيالي بالنسبه لاي مدير فني وصعب جدا انه يتكرر، لان زي ما انت عارف ان الراجل بياخد مع الاهلي 2.5 مليون دولار في الموسم، يعني تقريبا كده عارضين على الراجل 3 اضعاف المبلغ اللي بياخده مع الاهلي. انت متخيل؟ لا وضيف على كده كمان ان الراجل بعد الموسم ده من حقه انه يرحل عن الاهلي، وده طبعا مقابل انه يدفع مليون دولار كشرط جزائي. واظن لما يكون في نادي عرض على الراجل 3 اضعاف اللي بياخده مع الاهلي مش هيفرق معاه المليون دولار الزياده دول، ولكن كولر كان عنده كلام تاني ورفض العرض وفضل انه يكمل مع كتيبه الاهلي. بس يا ترى ايه السبب اللي يخلي الراجل يرفض عرض ضخم زي ده ويفضل انه يكمل مع الاهلي؟ هو ده السؤال المهم. اولا لازم تبقى فاهم ان كولر قبل ما يجي الاهلي ما كنتش تسمع عنه ولا حد يعرف، لكن من ساعه ما مسك الاهلي وبدا يحقق معاه بطولات والسي في بتاعه بقى في حته تانيه خالص. وده غير كمان ان الراجل لو طلب من الاداره لبن العصفور بيجيبوه له، وده طبعا صعب جدا تلاقيه في اي نادي تاني حتى لو كان الشباب السعودي، بالاضافه لشعبيه الاهلي اللي موجوده في كل مكان والراجل شاف ده بعينه. فطبيعي جدا بعد كل المميزات اللي قلت لك عليها دي ان الراجل يرفض العرض ويتمسك بوجوده مع الاهلي. ولو بصيت على اي مدرب كان ماسك الاهلي من اول جوزيه لحد موسيماني هتلاقيهم ما حققوش اي حاجه بعد خروجهم من النادي. فمن الاخر كده انك تكون مدرب للنادي الاهلي فاكيد انت في نعمه كبيره. نسيبنا بقى من عروض كولر ونروح لمشكله احمد فتوح وقصه تمرده على نادي الزمالك. طبعا احمد فتوح يعتبر واحد من افضل الباكات اللي موجوده حاليا في افريقيا كلها، ومفيش حد في مصر يختلف على امكانيات الراجل وادائه المميز في الملعب. فاللي حصل ان اداره الزمالك طلبت من فتوح انه يجدد عقده مع النادي، لان خلاص ده يعتبر اخر موسم ليه في عقده ومن حقه يمضي لاي نادي تاني في يناير. والراجل قال لهم انا ما عنديش اي مشكله ان اجدد عقدي بس بشروط. اولا اخد كل مستحقاتي المتاخره في العقد القديم، بالاضافه ان العقد الجديد يكون بنفس قيمه عقد زيزو مع الزمالك. وطبعا الاداره وقتها قالت له ما عندناش مشكله في القصه دي، لكن الجديد بقى ان الراجل لحد النهارده ما خدش اي حاجه من المستحقات دي، ولا حتى حد من الاداره كلمه في التجديد او حتى تعديل عقده، وده اللي خلى فتوح يتمرد على النادي ويرفض انه يشارك مع الفريق لحد النهارده. وفي اخبار من صحفيين جوه النادي بتقول انه بيشتكي من الام في عضله البطن وعشان كده مش بيشارك في التدريبات مع الفريق. بس طبعا كل الكلام ده هبد وملوش اي اساس من الصحه، بدليل ان الراجل ما اتصورش مع اللعيبه بتيشيرت الزمالك الجديد لحد النهارده، ومتهيالي كده ان الام البطن ملهاش علاقه بانه يتصور كمان. فمن الاخر كده فتوح معترض انه يلعب دقيقه واحده كمان مع الزمالك من غير ما ياخد مستحقاته المتاخره، وشكله كده هيعمل زي امام عاشور وهينضم لكتيبه الاهلي في يناير اللي جاي. عموما هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه في القصه دي. وبكده اكون وصلت لنهايه حلقتنا النهارده، ما تنساش اللايك والشير واشوفكم على خير.